هو انت كنت مستني ايه طيب النهارده؟ مستني ايه غير التعادل او الخساره؟ يعني يانيك فيريرا ده مثلا ما شافش غزل المحله وهي بتلعب قدام الاهلي؟ ما شافش طريقه لعبهم؟ يعني ما فكرش في لحظه مثلا ان هو يبص على الفرقه دي وعارف طريقه لعبها؟ دي فرقه بتدافع فقط، ما عندوش، مش هيعمل حاجه غير كده. والله العظيم هيديك الكره ويقول لك انا هدافع. هي دي فكرته، مدربه بيلعب بالطريقه دي. الزمالك كعادته بيطلع من الشوط الاول كسبان وينزل الشوط الثاني فرقه تانية خالص، لعيبه تانية بتنزل، مفيش فكر ولا في اي عزيمه عند اللعيبه. اللعيبه ما عندهاش دم. لو في راجل في الملعب، يا جماعه والله العظيم ان انت كلاعب تلعب في فريق جماهيري دي مساله صعبه جدا. انت عارف يعني ايه الجماهير بالملايين دي؟ انت يوم ما يجيب، لما يدخل فيك جون تعادل او جون هزيمه، انت المفروض تقطع شرايينك مثلا في ال 18. ده يعني يجي لك صداع، يجي لك سكته قلبيه لما يخش في الكره زي دي جون. الموضوع اكبر منك كلاعب. اتكلم على جماهير يومها بيتغير بسببك انت. ايه ده؟ ايه الرعونه دي؟ احنا النهارده بنتكلم، احنا متقدمين 1-0 والدنيا ماشيه زي الفل وبننزل الدقيقه 60. ولاعيبه الزمالك مفكره تلعب الدقيقه 88، مفكرين ان هم احنا مش هينفع نخسر. لا، انت هتخسر وهتتعادل. والله العظيم ده في كوره في اخر المباراه لو دخل الجون هدف 2-1 لغزل المحله. بص، اوقات ربنا ممكن يديك موهبه كلاعب وانت ما تقدرش تحافظ عليها بسبب استهتارك، تكبرك، شايف ان انت اكبر من اللعيبه اللي في الملعب. اخلط كل دول بقى يطلع لك ناصر ماهر. ناصر ماهر اللي ما بيقدمش اي شيء للزمالك غير الانانيه. الجون كمان جاي من ناحيه، هو السبب فيه. ناصر ماهر هو السبب فيه. معاه اتنين يا راجل جوه ال 18، ما بصلهمش، بيشتت كوره. تترد علينا الاخ حسام عبد المجيد بيتمشى وبنتايج بيغلط الغلطات المتكرره بتاعته. ايه ده؟ ده حتى يا جدع ده محمد صبحي ما وقفش جنبك. محمد صبحي المفروض هي كوره اللي جت عليك طول المباراه، ما فيش غير الكوره دي، مش قادر تشيلها. هو انا اقول عليك حارس كبير ازاي؟ هي بالحتت دي، هي اللقطات دي اللي بتبين انت حارس كبير ولا لا. انا في تغيير عملها فيرا النهارده. انا نفسي افهم، انا نفسي اعرف معالي ده بيلعب ناحيه اليمين ازاي؟ هو راجل بيلعب برجله الشمال اصلا. يعني عشان تلعبه ناحيه اليمين لازم يعدل على رجله الشمال عشان يباصي كوره كويسه او يرفع اوفر كويس. سيبك من الكره اللي عرضها لشيكوبينزا اللي هي لمسه يد اصلا. الكره دي مش جول، وحتى لو جول والله العظيم انا مهبصه. عارف ليه؟ لان هو ساب الكره تطول براحتها خالص. ايه ده؟ اللعيبه دي والله العظيم ما بتمثلناش. جماهير الزمالك تستحق لعيبه انضف من كده واحلى من كده مليون مره. جمهور الزمالك اللي ما بيسيبكش في اي لقطه يا اخي. ايه ده؟ فرقه متصدره الدوري بفرق 8 نقاط او 9 نقاط. سبحان الله، النهارده احنا الثاني، المصري الاول، الاهلي الثالث. والاهلي ليه مباراه مؤجله هيلعبها لما تكون انت باي ان شاء الله. الزمالك يا جماعه والله العظيم حاجه تحرق الدم. وعندنا لعيبه ما عندهاش يعني من المسؤوليه اي حاجه. لعيبه مستهتره جدا، مش على قد طموحنا. مدير فني على الله حكايته. ريرا ده انا بشوفه جماهير الزمالك، يعني انت لو سالت حد من جماهير الزمالك حط خطه او حط طريقه لعب، هيبقى فايق اكتر من فيريرا بتاعنا ده. مدرب لا يرتقي لنادي الزمالك. يا اخي والله العظيم الله يحرق دمكم زي ما بتحرقوا دمنا كل مباراه، وما تعرفوا تناموا يا سيدي. حتى غزة محل تيه وجوني تيه ومقاولين ايه اللي بتعادل معاهم واخسر نقاط دول؟ انتوا لعيبه ما عندكوش دم والله العظيم. جماهير الزمالك انضف منكم. هقول لك ايه؟ هي المباريات ده ما عندهمش كرامه يا اخي. انت خسران من الاهلي لسه الماتش اللي فات، تعالى النهارده صالح جماهيرك. مفيش دم، والله العظيم ما عندكم دم. بتخلوا الناس ما يعلم بقى الا ربنا يتريقوا على الواحد. وما عندهمش فكره، عايشين في نعيم الجهل. الله يحرق دمكم يا عم، يلا من غير تصبحوا على خير حتى. سلام.